ناس كتير فتحت تطبيق صندر النهارده لقيت الرسالة دي بتقول لك خد نصيبك من ال5 مليون جنيه في البلاك فرايداي بتاع صندر. في الفيديو ده انا جاي اوضح لك ازاي تاخد نصيبك من 5 مليون جنيه. انا مهندس احمد وكل مطلوب منك انك تصلي على النبي وتركز معايا. صندر قررت انها تعمل بلاك فرايداي بس بطريقة مختلفة شوية. في عمل البرنامج ده هتوزع فيه 5 مليون جنيه جوائز وهدايا او كاش باك على الايداع اللي انت هتعمله. بس في شوية شروط كده لازم تكون عارفها عشان تكون مؤهل ان انت تاخد 5% كاش باك على الايداع اللي انت هتعمله ده. تمام كده. اول حاجة ان انت تكون مشترك اصلا في البرنامج، يعني الرسالة دي لما بتجيلك كلمة اشتراك دي هتلاقي رسالة مبعوتة لك على ايميل الجيميل. هتلاقيها بالشكل ده، هيطلب منك ان انت تدخل ايميل الجيميل بتاعك اللي انت مسجل بيه على صندر. هتدخله هنا وبعدين تضغط ارسال. هتظهر معاك الشاشة دي ويقول لك تم تسجيل ردك. طب لو انت ما جالكش الرسالة دي هسيب لك لينك الفورم ده في الكومنتات وهسيبه لك في وصف الفيديو عشان تقدر تدخل وتشترك في البرنامج ده. تاني حاجة البرنامج ده ليه مدته من امتى؟ مدته من 25/11/2025 الساعة 8 مساء لحد يوم 2/12 الساعة 8 مساء. دي أول مدة. تاني مدة إن ال5 مليون يخلصوا أصلا قبل انتهاء المدة اللي احنا قلنا عليها من شوية. تالت حاجة لازم تكون عارفها إن أنت لازم تكون عامل إيداع أو الإيداع بتاعك اللي هيكون مؤهل إن هو ياخد 5% كاش باك لازم يكون إيداع في السوق المصري، يعني مش إيداع في سوق الإمارات أو سوق أمريكا. تمام كده. ولازم يكون الإيداع ده من حساب بنكي باسمك أو محفظة باسمك. ولازم تكون عارف إن في أولويات. يعني إيه أولويات؟ يعني الأولوية بتاعتك إن أنت تاخد فلوسك من ال5 مليون جنيه قبل ما يخلصوا، إن أنت تكون أنشأت طلب الإيداع بتاعك بدري. يعني إيه أنشأت طلب إيداع بدري؟ يعني كل الناس اللي بتعمل طلب إيداع بتتسجل عند صندر بالترتيب. تمام كده. مش مهم الطلب اتنفذ إمتى، بس مهم طلب الإيداع تم إنشاؤه إمتى. تمام. فلو أنت حابب تشترك في البرنامج وتاخد ال5% كاش باك لازم تعمل طلب إيداع بدري عشان تبقى عارف كده. طب لو فرضنا إن أنت نجحت في كل الشروط اللي فاتت دي وخلاص جه الوقت اللي أنت تاخد الكاش باك بتاعك، أكبر رقم ممكن تاخده كاش باك هو 10,000 جنيه. وال10,000 جنيه دول بيجوا من إيداع 200,000 جنيه اللي هو 5%. ولو في ناس حابة تشغل دماغها وتسحب فلوس من التطبيق وبعدين تعمل إيداع تاني على أساس إنها اشتركت في البرنامج فالفلوس دي مش هتتحسب. تمام كده. أنت ضيعت وقت وفلوس وخلاص. لو أنت عاوز تعرف إزاي تعمل إيداع من حساب بنكي أو انستا باي أو محفظة أو تسحب فلوسك على محفظة أو حساب بنكي هسيب لك لينكات الفيديوهات دي كلها في وصف الفيديو وفي الكومنتات كمان. ما تنساش تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو. سلام.